ملحوظه ان هو حقق ده كمان يمكن في فيلم في فيلم يوم من عمري، اغنيه ضحك ولعب طبعا دي منير مراد. منير مراد لكن هو قدر في التوزيع الموسيقي للاغنيه دي ينقلنا لمدينه الملاهي. احنا شفنا مدينه الملاهي وشفنا فرقه حسب الله والسيرك، موسيقى عمل سيرك وعمل حسب الله وفؤاد الغرام. لا بس انا قصدي تخيل هو ده توزيعه. دي مختلفه يعني الثاني توزيع. اما الثانيه توزيعه بس لحن. لكن لما نقول ان هو بياخد لحن كان احنا فكره ان هو بيحقق اللي احنا بنقول عليه ده، اللي هو من تغيير الموز يخرج منها. فنقل لنا مثلا مدينه الملاهي بشكلها، وده برضو اكيد ده ارغم من المخرج. انا مش عارف مخرج الفيلم مايسترو نادر، اكيد على الاقل مايسترو نادر خد لحن تاني عمل بيه. الالوان اللي بيختارها اللي بتدي لك بالظبط زي حضرتك بالظبط كده. فانت تشوف مثلا في ده في ضحك ولعب وجد وحب، على فكره دي كان اول مره يظهر فيها، يمكن من اوائل المرات يظهر فيها صوت الثلاثي المرحي. هما اللي كانوا الكورال في مع عبد الحليم. كان برضه عامل في الفيلم كمان الاغنيه دي لو سمعناها الله الله الله. فالثلاثي المرحي بيرد على عبد الحليم، فكان دي عبقريه كبيره يعني. الله. ده كان في بداياتهم يعني. وخلى عبد السلام نابلسي يقول جمله، اعتقد ان كل الكلام ده دخل في اطار ان خلى المخرج يقطع ويصور على التوزيع. ولحن منير مراد طبعا وده عبقري لوحده، لكن توزيع علي اسماعيل زخم مدينه الملاهي من فرقه حسب الله والصعيدي والحصان، رقصه الحصان، واللي مش عارف السيرك، موسيقى السيرك، كل مقطع موسيقي ترانزيشن بريدج موسيقي ليه لون بتاعه غير اللحن بقى كمان بتاع منير مراد. فطلع ضحك ولعب وجد وحب دي حاجه يعني عبقريه. مسرح غنائي فلفوه في لحن واحد يعني.